السلام عليكم طلبة تانية اعدادي في كل انحاء الجمهورية، وحشتوني جدا. عاملين ايه يا ابطال رجالة الفيلسوف؟ جيت لك النهارده يا بطل بشرح الدرس الرابع في الوحدة الثالثة اللي بعنوان المنظمات الإقليمية في قارة آسيا وقارة أوروبا. في الدرس ده يا حبيب قلبي هنتكلم عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية اللي في آسيا وفي أوروبا ودورها في الدولتين أو في القارتين اللي عندي. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعة تعمل اشتراك في القناة لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل شرح جديد، تضرب اللايك التمام وتصلي على النبي في الكومنتات، ويلا بينا. بص معايا كده حبيب قلبي، بيقول لي انا عندي في الدرس ده هكلمك عن منظمات اقليميه في اسيا واوروبا. بس الاول هقول لك ان احنا عشان نوصل لفكره المنظمات دي كان عندنا تجارب ومواجهه تحديات عالميه وتحقيق طموح قوميه. كل ده من خلال التجارب ومواجهه التحديات العالميه والطموح القوميه اثبت ان احنا محتاجين منظمات اقليميه واتحادات دوليه، ووجودهم ضروره حتميه، حاجه لابد منها. طب انا عرفت منين؟ قال لي عرفت من خلال التجارب، من خلال التحديات اللي عندي، من خلال المشكلات اللي قابلتني. عرفت ان انا محتاج منظمات اقليميه واتحادات دوليه وجودها ضروري جدا. ليه؟ عشان هتعمل لي 3 حاجات. هتحقق لي ايه؟ تعزيز المصالح المشتركه، هقوي المصالح المشتركه اللي بيني وبين الدول، هحقق التنميه والسلام، هيبقى عندي تنميه وسلام، هضع رؤيه وخطه افضل للمستقبل للاجيال القادمه. وخد بالك ان اسيا واوروبا فيها العديد من المنظمات والاتحادات، ولكن انا هدرس منهم 3، 2 في اسيا واحده في اوروبا. طب مين بتوع اسيا؟ قال لي رابطه دول الخليج العربي، رابطه دول الخليج العربي اللي هو مجلس التعاون لدول الخليج العربي. قال لي والتانية اللي في اسيا هي رابطه دول جنوب شرق اسيا، اسيان. قال لي وكمان عندك الاتحاد الاوروبي. فيلا بينا نبدا بمجلس التعاون لدول الخليج العربي. ويعد مجلس التعاون لدول الخليج العربي احد اشكال التعاون الاقليمي لقاره اسيا، اللي تم انشاؤه 1981 واللي مقره في مدينه الرياض بالمملكه العربيه السعوديه. كم دوله هم يا مستر؟ قال لي دول الخليج معروفين 6 دول، اكبرهم السعوديه، معاهم الامارات وعمان والبحرين، الكويت وقطر. يبقى المجلس التعاون لدول الخليج انشئ 1981، مقر الرياض بالمملكه العربيه السعوديه، 6 دول اكبرهم السعوديه، معاهم الامارات وعمان والبحرين والكويت وقطر. يلا بينا بقى نتكلم عن اهداف، وكل منظمه او مجلس او رابطه عندي ليها اهداف معينه. طب ايه الاهداف بتاعت دول الخليج؟ قال لي اولا هنحقق التكامل بين الدول الاعضاء، هنعمل تكامل بين الدول الاعضاء في كل الميادين والمجالات وصولا الى وحدتها لدرجه ما نوصل ان احنا متحدين وحده واحده. قال لي كمان تعميق الروابط بين شعوب الدول الاعضاء في مختلف المجالات، هقوي الروابط بين شعوب الدول الاعضاء في كل المجالات، هضع أنظمة متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية، هضع أنظمة متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية وكمان التعليمية وكمان السياحية. هضع أنظمة متماثلة عندي وعند إخواتي من دول الخليج العربي، نفس اللي عندي عندهم في كل المجالات. قال لي كمان دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصادية، إنشاء مراكز بحوث عالمية ومشاريع مشتركة. يبقى دفع عجلة التنمية والتقنية في المجالات الاقتصادية وإنشاء مراكز علمية ومشاريع مشتركة. ده بالنسبة للأهداف. دور بقى المجلس في تحقيق حاجات كتير. حقق لي أمن وسلام وهعرف عمل إيه، حقق لي تنمية اجتماعية وثقافية واقتصادية. يلا بينا نبص يا باشا على تحقيق الأمن والسلام. قال لي وإن المجلس ده قام وليه دور واضح في تحقيق الامن والسلام، وعمل دور محوري في حفظ الامن والاستقرار في منطقه الخليج. ويجي يقول لي دلل، هقول له عمل ايه؟ طبق مبادئ حقوق الانسان. يبقى رقم 1 طبق مبادئ حقوق الانسان، كافح الارهاب والجريمه المنظمه من خلال تبادل المعلومات بين الدول الاعضاء، تنسيق الجهود الامنيه. يبقى هطبق مبادئ حقوق الانسان، هكافح الارهاب والجريمه من خلال تبادل المعلومات وتنسيق الجهود الامنيه. ده بالنسبه للامن والسلام. اما بالنسبه للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه فهو عمل ايه؟
قال لي يعمل المجلس على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل دول الأعضاء من خلال إنشاء السوق الخارجي المشترك، القيام بالاستثمارات في قطاعات جديدة زي الزراعة والسياحة. قال لي كمان هيطور المجلس المواني والمطارات، شبكات الطرق وتسهيل التجارة. كمان يعمل المجلس على ايه يا حبيب قلبي؟ على تحسين جودة الحياة لجميع مواطني الدول، وده هدف او تنمية اجتماعية. وكمان تمكين المرأة والشباب ومكافحة كل اشكال العنف ضد الاطفال. كمان التحول نحو الاقتصاد الاخضر بتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري والاعتماد على الطاقة المتجددة. يبقى انا عرفت ان التنمية الاقتصادية والاجتماعية يعمل المجلس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الاعضاء. انشاء انشاء سوق خليجي مشترك، الاستثمار في قطاعات عديدة زي الزراعة والسياحة، انظمة متماثلة او تطوير المواني والمطارات وشبكات الطرق، تسهيل التجارة. كمان تحسين جودة حياة المواطن، تمكين المرأة والشباب، مكافحة العنف ضد الشباب وضد الأطفال. كمان التحول نحو الاقتصاد الأخضر بتقليل الاعتماد على الطاقة الأحفورية والاعتماد على الطاقة المتجددة. طب مصر ومجلس التعاون، هل في تعاون بين مصر ومجلس الخليج العربي أو مجلس التعاون الخليجي العربي؟ قال لي في تعاون في السياسة والأمن وفي الاقتصاد. فتعالى أقول لك في السياسة والأمن عملنا تم توقيع مذكرة تفاهم في فبراير 2022 للتشاور السياسي بين مصر والأمانة العامة والمجلس التعاون الخليجي. قال لي كمان على المستوى الاقتصادي اللي حصل؟ قال لي شهدت السنوات الأخيرة تدفق استثمارات خليجية كبيرة في مصر في مختلف المجالات. يبقى في تعاون بيننا بين مصر ومجلس التعاون، ايوه، في السياسة والأمن، وكمان فين؟ في المستوى الاقتصادي. وبكده حبيب قلبي يبقى خلصنا مجلس التعاون لدول الخليج. تعال نخش على المنظمة الثانية، بس المنظمة الثانية عندي هي الاتحاد الأوروبي، وباين من اسمها ان هي موجودة فين؟ في أوروبا. وانا قلت لك ان انت عندك 3 منظمات، 2 في آسيا وواحدة في أوروبا، ادي بتاعت أوروبا. قال لي خد بالك ان هي دي الدول بتاعت الاتحاد الاوروبي، هم 27 دوله حبيب قلبي بعد خروج بريطانيا منهم. يعني كانوا قبل خروج بريطانيا 28، طب بعد خروج بريطانيا 27. بس خد بالك هو ما اتكونش في يوم وليله، ده قعد اكتر من نصف قرن، 50 سنه حتى يصل الى ما هو عليه. كم دوله؟ 27 دوله اوروبيه بعد خروج بريطانيا. اهم الدول اللي عندك. عدد السكان فيه كام؟ نصف مليار نسمه مختلفين في اللغة والثقافة. احنا 27 دولة، نصف مليار نسمة، مختلفين في حاجتين، لغة وثقافة. طب الأهداف، ما أنا لسه قايل لك إن أي منظمة ليها أهداف. هنا الأهداف؟ قال لي 5. هنوفر حرية وأمن، عدالة ومساواة، عدم تمييز بين مواطني الاتحاد، تأمين حدود خارجية، توفير حرية التنقل داخل الاتحاد، تأمين حدود خارجية، توفير حرية التنقل داخل الاتحاد. كمان تحقيق تنمية مستدامة قائمة على نمو اقتصادي متوازن واستقرار الأسعار داخل الاتحاد. قال لي كمان المساهمة في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة لمين؟ للأرض. يبقى هوفر حرية وأمن، عدالة ومساواة، عدم تمييز، هأمن حدود خارجية، حرية تنقل، هحقق تنمية مستدامة على النمو الاقتصادي المتزن. قال لي كمان هساهم في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة للأرض. قال لي كمان هقضي على الفقر وحماية حقوق الإنسان والاحترام المتبادل بين شعوب العالم. تعال بقى نعرف دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق الأمن والسلام والتنمية. قال لي في تحقيق الأمن والسلام نجح الاتحاد الأوروبي في إرساء، تثبيت أو إثبات مبدأ السلام بعد الحرب العالمية الثانية، فقد حصل على جائزة نوبل عام 2012 تقديرا لجهوده في تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا وحول العالم. قال لي كمان ويساهم الاتحاد الأوروبي ببعثات عسكرية في مناطق الأزمات. في مناطق يا حبيب قلبي؟ في مناطق الأزمات. وبكده يبقى المنظمة دي أو الاتحاد الأوروبي له دور كبير قوي في في تحقيق الأمن والسلام. قال لي كمان تعالى بقى نتكلم عن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.
قال لي ان دول الاتحاد الاوروبي فيها ميزه جميله قوي. هي ايه يا مستر؟ عندها عمله موحده، طبقت فكره العمله الموحده وهو اليورو، وده ساهم في تحقيق وحده اقتصاديه بين اعضائها. يبقى قال لي الاتحاد الاوروبي قوه اقتصاديه وتجاريه رائده على مستوى العالم، نجح في اصدار عمله اوروبيه موحده اللي هي ايه؟ اليورو، هيساهم في تحقيق وحده اقتصاديه بين اعضائها. اما التنميه الاجتماعيه فوضع الاتحاد الاوروبي الاستراتيجيه الاوروبيه للطفل. ليه؟ لضمان وصول الاطفال المحتاجين للتعليم والرعايه الصحيه والتغذيه والسكن الملائم. ضمان وصول الأطفال المحتاجين للتعليم والرعاية والتغذية والسكن الملائم. كمان مكافحة العنف ضد الأطفال مثل الاعتداء الجنسي والتنمر. قال لي وخد بالك يستخدم الاتحاد الأوروبي شعار إيه؟ متحدون في التنوع. ليه؟ لتأكيد قيمة إن الاتحاد في التنوع على الرغم من إن إحنا مختلفين في ثقافات أو في لغات إلى إننا برضو إيه؟ متحدين. طب تعالى نعرف العلاقات اللي بين مصر والاتحاد الاوروبي زيه زي مجلس التعاون. قال لي في علاقات وثيقه وكويسه وقويه تربط مصر مع الاتحاد الاوروبي. قال لي اتفاقيه المشاركه المصريه الاوروبيه تاتي في مقدمه العلاقات، تستهدف تخفيض الرسوم الجمركيه بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي على المنتجات الصناعيه والزراعيه، على المنتجات الصناعيه وايه؟ والزراعيه. قال لي كمان في شراكات لتعزيز ايه؟ الامن في مجال الامن والدفاع. قال لي عندك مثلا شراكتهم في رئاسه المنتدى العالمي لمكافحه الارهاب، شراكتهم كمان في التعاون في مواجهه الجريمه المنظمه مثل تهريب المهاجرين الغير شرعيين، التعاون بين القوات البحريه الاوروبيه والقوات البحريه المصريه. يبقى انت عرفت ان في روابط بين مين؟ بين مصر والاتحاد الاوروبي. اوعى تنسى يا بطل، في روابط بين مصر والاتحاد ايه؟ الاوروبي. يلا بينا حبيب قلبي نخش على منظمه الثالثه اللي عندي وهي رابطه دول جنوب شرق اسيا واللي بنقول عليها اسيان. قال لي وهي تضم دول جنوب شرق اسيا، وهي منظمه اقليميه اسيويه نشأت 1967 في بانكوك عاصمة تايلاند. طب الدول الأعضاء قال لي بدأت ب5 دول مؤسسين هم ماليزيا وأندونيسيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند. كم دولة؟ 5، وحاليا بقوا 10 دول تانيين. يبقى هم كانوا 5 وبقوا 10، فيتنام وكمبوديا ولاوس ومونونام وبورنيو. طب عدد السكان في دول الرابطة قال لي 700 مليون نسمة. 700 مليون ايه؟ نسمة. طب رئاسة الرابطة قال لي بقى ميزة الرابطة دي ان الدول الاعضاء بتتولى رئاسة الرابطة لمدة عام واحد على التوالي. كل سنة دولة من ال10 بتمسك هي رئاسة الايه؟ الرابطة او المنظمة. طب اهدافها تعزيز السلام والتعاون في المجالات المختلفة. بين مين؟ بين الدول الاعضاء مع ضرورة التعاون مع المنظمات ايه؟ الدولية الاخرى. يبقى هنعزز السلام والتعاون بيننا وبين بعض وكمان مع المنظمات الاخرى. قال لي كمان تسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي. هعمل تسريع في النهضة الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وكمان التنمية الثقافية في المنطقة من خلال الجهود ايه؟ المشتركة اللي بيننا ك10 دول. تعال نعرف مجالات عمل الرابطة. الرابطة دي بتعمل في 4 مجالات. 4 مجالات بتعمل فيهم الرابطة. زي ايه؟ نشر السلام وحل النزاعات بطريقة سلمية، لدرجة ان هم اعلنوا ان احنا ك10 دول في الرابطة دي بنتعهد بخلو منطقة سيان من الاسلحة النووية. يبقى نشر سلام ولا لا؟ قال لي نشر سلام. قال لي كمان التصحي او التصدي للجرائم الالكترونية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر. التصدي للجرائم الالكترونية، الاتجار بالبشر، تهريب المخدرات، انشاء منطقة تجارة حرة بين اعضائها يتم خلالها الغاء كافة قيود جمركية مما يعزز التبادل التجاري والاستثماري داخل ايه؟ المنطقة في جميع المجالات. رقم 4 بناء هوية اقليمية مشتركة وتوسع الانشاء بين شعوبها وتعزيز المواطنة ايه؟ العالمية. ودي هي مجالات رابطة ايه؟ دول جنوب شرق اسيا اسيان. تعالى بقى نعرف العلاقات اللي بينها وبين مصر. قال لي وفي علاقات اقتصادية وعلاقات ثقافية. قال لي الاقتصادية بنزود صادرات وواردات. يبقى العلاقات الاقتصادية ايه؟ هنزود صادرات وكمان واردات بين مصر والرابطة.
كان اما عملنا معاهده الصداقه بين مصر ورابطه اسيان عام 2016 اللي بتهدف تحسين الجوده الانتاجيه في مصر في مجالات الصناعه المشهوره، خصوصا الاستزراع السمكي، زراعه السمك او المزارع السمكيه، وده التعاون الاقتصادي. طب التعاون الثقافي، قال لي آلاف البشر من الدول دي بيجي يدرس عندنا في الأزهر الشريف، وده تعاون ثقافي. قال لي يدرس الآلاف من الطلاب الوافدين من دول الرابطة أسيان في الأزهر الشريف. وبكده يكون حبيب قلبي يكون وصلنا نهاية درسنا النهاردة، وعرفنا المنظمات اللي عندي 3 منظمات، 2 في آسيا، واحدة في أوروبا، اوعى تنساهم. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعه تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام، وتقول لنا رايك في الكومنتات، وما تشيلش الهم، الدراسات مع مستر نور هتتلم. سلام.